أنا تعرضت للتحرش وأنا عمري 7 سنين. كان جارنا في الشارع، كان معروف عنه الموضوع ده إن هو بيتحرش بالأطفال الصغيرة سواء بنات أو ولاد. كنت بترعب منه، شكله كان غبي جدا ووشه كان يخوف، جسمه كان ضخم، حتى صوته كان مرزعج وبيرعبني. كنت مجرد ما بشوفه حتى معدي من تحت البلكونة عندنا أو تحت الشباك كنت بترعب، ودمي كله بينشف وافضل مستخبية لحد ما يعدي، في اعتقاد مني ان هو لو شافني هيعمل لي حاجة. كانت امي دايما تقولي خلي بالك ما تحاوليش تقربي منه وانتي ماشية، خلي بالك من نفسك، الكلام كل ام يعني بتقوله لاولادها. لحد ما في يوم نزلت اشتري الفطار زي كل يوم من اول الشارع عندنا، وانا بشتري الفول حسيت حسيت ان في حاجة لازقة فيا او حد لازق فيا، ظل فوقي، في ظل، في حد محاوطني كل كده، محاوط جسمي كله. انا كنت صغيرة قوي وجسمي كان رفيع وكنت قصيرة. لفيت عشان اشوف مين، كل اللي انا شفته كانت ركبه كانت في مستوى نظري، من كتر ما انا كنت قصيرة وهو كان ضخم قوي، او بالنسبة لي كمان كان هو ضخم قوي. بصيت كده ما جبتش حتى اخر وشه. انا فاكرة اليوم ده قوي كأنه النهارده. جسمي كله بدأ يترعش، جسمي ساب، ايدي كانت بتترعش، دقات قلبي انا كنت سامعاها. كنت هموت من الخوف مع اني كنت في الشارع وكان حواليا ناس كتير قوي، بس انا كان في اعتقادي وقتها ان انا وهو لوحدنا في مكان مفيش حد هيحميني منه. المهم اتضيرت وبصيت للراجل بتاع الفول، قلت له يا عمو لو سمحت قول له يبعد عشان عايزه اعدي. فقال له يا عم ما توعى كده، خلي عندك نخوه، خلي البنت تعدي وبتاع. قبل هو ما يتحرك انا كنت زقيت رجليه، عديت بين رجليه الاتنين. كان جسمي يعني يسمح لي كده، كنت صغيره قوي وسفيفه يعني. عديت بين رجليه وانا ماسكه الاكل، خايفه الاكل يقع مني، بجري، جسمي بيتنفض وايدي بتترعش ودقات قلبي انا كنت حاسه ان الناس كلها سامعاها معايا. بجري وعماله ابص في الارض كويس قوي، خايفه اقع، خايفه اتكعبل، خايفه يحصل اي حاجه لحسن يلحقني او يمسكني. وعماله اجري. الشارع اللي هو كنت باخده تقريبا في دقيقه جري كان طويل ما بيخلصش، حاسه ان انا مش عارفه اوصل البيت، حاسه ان البيت بعيد قوي. انا كان كل اللي في دماغي وقتها ان انا عايزه اوصل بسرعه عشان اترمي في حضن امي، عشان ده المكان الوحيد اللي هو مستحيل يقدر يوصل لي فيه. كان عندي اعتقاد ان هو ممكن يوصل لي في اي مكان بعيد عن حضن امي. بس هتعمل ايه حركة او خطوة عيلة صغيرة عندها 7 سنين قصاد خطوة راجل كبير بالحجم ده؟ قبل ما اوصل البيت بعمارتين تقريبا كده او حاجة كان هو لحقني، شالني على دراعه كده ودخل بيا. دخلت عمارة كانت شبه مهجورة، يعني كان ساكن فيها بس اتنين، واحدة منهم كانت في الدور التاني، ست كبيرة ما بتسمعش يعني وعايشة لوحدها. قال لي مش عايز اسمع صوتك، لو سمعتك بتتكلمي او نطقتي او عليتي حسك انا هموتك. انا اصلا ما كنتش قادره اطلع صوت، يعني ما كنتش عارفه اصوت عشان حد يلحقني او حاجه. كتمت خالص، حط ايده على بقي، كتم صوتي خالص. روحت لامي، طول العمارتين دول المسافة بين بيتنا مطرح ما كنا، وانا عمالة اعيط بس في صوت مكتوم، خايفة ان هو يشوفني وانا بعيط. قال لي لو حكيتي لحد هموتك. لحد ما وصلت بيتنا كنت مرعوبة، ما كنتش فاهمة اللي حصل، بس بفطرتي كده حاسة ان في حاجة مش مظبوطة حصلت. وانا كنت طفلة شجاعة، يعني ما كنتش من البنات اللي ممكن تخجل او بتتكسف او كده، لا قلت انا هقول
رحت حكيت لأمي اللي حصل، قلت لها عمو فلان عمل واحد اتنين تلاتة. كان ساعتها قاعد جوز والدتي. اليوم ده أنا خدت علقة عمري ما هنساها. الخرطوم على اتنين واتطحنت، جسمي كله علم، جسمي كله حرفيا كان بيشرب دم. وطول ما انا بتضرب كان بيتقال لي ما خليتيش بالك من نفسك ليه؟ قلنالك خلي بالك من نفسك، قلنالك ما تقربيش منه، قلنالك ما تتعامليش معاه. انا ما كنتش عارفه بتضرب ليه، بس انا فضل في دماغي العمر كله ان انا السبب، انا سبب اللي حصل لي ده. بس جوز امي مسكتش، راح جاب الناس الكبار اللي في الشارع عندنا وعملوا قعدة عرب كده، وحكموا على الشخص ده ان هو يعتذر لجوز امي ويقوم يبوس راسه ويتعهد قدامهم كلهم ان هو مش هيقرب لي مره تانية. وفعلا دلوقتي انا كبرت واتجوزت وخلفت واشتغلت ونجحت، بس ولا مره ولا يوم نسيت اللي حصل ده نهائي. الحمد لله ناجحة في شغلي، بس مش مبسوطة في حياتي، مش مبسوطة، مش مرتاحة، دايما مخنوقة، دايما بيجيلي كوابيس. مش مبسوطة في حياتي الزوجية خالص، ومعرفش ليه، مش عارفة السبب. من حوالي شهرين كده دخلت لي بنت صغيرة تشتري حاجة من الصيدلية عندنا، وفجأة لقيت الراجل ده ظهر في ظهرها برضه، بس المرة دي عجز قوي، بس لسه بخاف منه، لسه لما بشوفه بترعب. شفت في عيون البنت دي نفس نظرة الرعب والخوف، ودقات قلبها كنت سامعاها، حسيت ان انا هي. المرة دي انا اتشجعت ووقفت له، قلت له وسع كده، وخدت البنت دي من ايدها وصلتها لحد باب بيتها. انا حميتها المرة دي، حميتها منه، بس هل انا حميتها للابد؟ هل معنى كده ان هي عمرها ما هتقع في ايده تاني؟ انا ما اعرفش بصراحه، بس اشك يعني ما فيش عيل صغير في المنطقه كلها ما وقعش في ايده يعني. انا ما نسيتش، بس ما بتكلمش، وعمري ما ربطت اللي بيحصل لي او التعب اللي انا فيه والوجع بالحاجه اللي حصلت لي وانا صغيره دي، لحد ما كنت بتفرج على مسلسل لام شمسيه، ولقيت ان نفس الاعراض اللي بتحصل للبطله بتاعت المسلسل دي بتحصل لي بالظبط. كأن أنا عندي جرح في قلبي ومخبياه مضللة عليه، مش عايزة حد يشوفه ولا يلمسه، وجه حد رش عليه برفان أو كحول فوجعني قوي، صحي تاني. ده بالظبط اللي حصل لي لما اتفرجت على مسلسل لام شمسية، نفس الأعراض، الكوابيس والمشاكل اللي عند بطلة المسلسل هي عندي بالظبط. كنت محتاجة اتكلم وفضفض، ومش هقدر ان انا احكي لجوزي ولا اتكلم معاه في حاجة زي كده. دخلت على جروب على الفيسبوك عبارة عن جروب خاص بالبنات بس، وعملت بوست حكيت فيه كل الحكاية دي من غير ما اظهر اسمي طبعا لاني ما عنديش الجرأة دي. الحقيقة ان اتفاجئت بأكتر من 50,000 بوست لبنات اتعرضت للتحرش، ومش من ناس غريبة، من قرايب، من صحاب، من أب، من بنات زيهم. والحقيقة ان حكايتي دي طلعت اقل حاجة فيهم، والعقاب اللي انا خدته من اهلي ده كان اقل عقاب تقريبا. دي حكايتي، وشكرا لام شمسية عشان خلتونا نقول ونحس ان المشاكل اللي احنا بنعاني منها بقالها سنين بسبب الحاجة الصغيرة القديمة اللي حصلت زمان واحنا ما كناش عارفين نربط ده.